اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك على المحتوى. لو انت مش متابعني على الانستا فانت فايتك كتير قوي، هتلاقي اللينك في الديسكربشن تحت. يلا بينا نبدا. يلا بينا. قاعد في البلكونه يمكن وقت ما كملتش 10 دقايق لقيت 4 خناقات في الشارع، الناس سيئه وبياعين وكلها اسباب تافهه. خناقات من اول الشتيمه وسب الاديان لحد ما ممكن توصل لجريمه قتل. كل ده على ما فيش بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي اللي ضاغط الناس، بس احنا ما عندناش بربع جنيه اي استراتيجيه للتعامل مع الغضب. ده بكل بساطه لان احنا ما عندناش وعي وما عندناش تعليم. برضه التعليم اللي احنا بنتعلمه في الجزء الديني والاخلاقي راح في 60 داهيه، ضايع مع وجود عدم شعور بالامان. في الوقت ده انت مش عارف تامن لمين عشان تاخد منه التفاصيل الصغيره والكبيره في الدين حتى. ولاني شخص هادي بس سريع الانفعال، فقررت مؤخرا ان انا لما اتعصب اسكت خالص. خالص ولا كلمه، عشان نتفاجئ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا غضب احدكم فليسكت. اتضايقت جدا ان اول مره اسمع الحديث ده واتفاجئ بيه مع انه مشهور. حسيت للحظه لا بقى في حاجه غلط، واللي هو لازم اراجع كل الاستراتيجيات لكبح الغضب اللي الرسول قال عنه. الرسول كان قال في حديث: ليس الشديد، وكان في تكمله للحديث، وبعد كده وصلنا: انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تخيلوا الشخص اللي بيتقال عليه ان هو مفيش منه ده وقاعد ساكت خالص وما بيعرفش ياخد لا حق ولا باطل، هو اللي طلع الشديد الاول. راجل راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله اوصني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا تغضب. قال له: اوصني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا تغضب. بس كده؟ بس كده. طب في حاجه تاني؟ لا، هو كررها كذا مره: لا تغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم برضه قال: اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فان ذهب عنه الغضب فالا فليضطجع. فعلا والله بقول لك ايه، غير وضعك كده هتلاقي الدنيا اختلفت معاك. التجربه علمتني ان اول رياكشن للغضب هو الاسوأ على الاطلاق. ويا سلام بقى لو كتمت غيظك مع الضعيف، العامل اللي عندك، طفلك الصغير او الخادم. الرسول بيقول: من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور العين ما شاء. تخيلوا اني دخلت على معظم المقالات العلميه اللي بتتكلم عن tips for anger management، لقيتها بالظبط زي ما الرسول قال، زي ما الرسول وصف وقال بالظبط. روق دماغك كده وما تسمعش الكلام اللي بيقول لك ما تكتمش عشان هتطق فهتموت. ما تقلقش، انت كده كده هتطق وكده كده وبس كده. دي تكون نهايه الفيديو. لو عجبكم المحتوى ما تنساش تعمل لايك. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.